ما نجموش نقولوا أحلك فترات الحوار الاجتماعي في تونس وإنما ثم تعثر، وأن هذه الكلمة السحرية تاع الحوار الاجتماعي، وهو الحوار الاجتماعي راهو دلالة عميقة لتطور الشعوب ونضج الشعوب بحكوماتها بمجتمعها بنقاباتها بكل. ما نجموش اليوم باش نحلوا خلافاتنا ما نجم نحلوها إلا كي نبدو على طاولة ونبدو نتناقشوا وتبدأ تقنعني ونقنعك. واليوم الحوار علاش اليوم فيه تعثرات؟ لان تشوف انت الوضع الاقتصادي والامكانيات الماليه نتاع الدوله شنو الموجود فيها، فهمت؟ اجي حط على الطاوله وقول راهو عندي صعوبات واليوم راهو ما نجمش، وكي ضحي معاك الخدام وتضحي معاك الحركه النقابيه راهو غدوه مش تلقى معنا مكتسبات اخرى اللي مش تعوض لها. اليوم الوضع الاجتماعي صعب للغايه، اليوم تدهور مقدر الشرائي كبير، غياب المواد الاساسيه معناها كيف الادويه الحياتيه كيف ثم وضع صعيب واصعب منه ما ثماش. وكل خوفي ان اليوم الناس اللي عايشه في بهته والناس اللي اليوم اللي قاعده في حاله انتظار وقت تشوف انعكاساتها معناها حتى في المستوى السياسي وغيره كذا، انه اصبح التونسي كل يوم كيف يتدبر شؤونه اليوميه، معناها هذاك هو الهم الوحيد نتاعو اليوم، وهذا خطر على المجتمع. اذا ما ثماش مجتمع معناها حي ومجتمع يفكر ومجتمع ناضج ومجتمع يثابر من أجل الإصلاح ومن أجل التقدم والازدهار، نكونوا في مشكلة وعويصة جدا. وهذه التراكمات فهمتني أخشى ما أخشاه أن تؤدي إلى بعض الانتفاضات الاجتماعية اللي يصعب معناها تأثيرها ويصعب التحكم فيها. قيادة المنظمة تتعامل بهدوء، تتعامل بكثير من الرزانة كما يقولوها، لأنه كل فترة وعندها حقيقتها. احنا تعرف انت وقت اللي بعد الثورة هناك بعض الأخطاء صارت وعمرنا ما عندناش عقدة. اليوم كي نحبوا نقدموا كل إنسان عمره ما يدعي الكمال، كل إنسان لابد أنه أخطأ في بعض المسائل وأصاب في بعض المسائل. ممكن احنا الضغط الاجتماعي اللي كان مسلط علينا من اشكال العمل الهشه، من مناوله، من مفروزين امنيا، من فهمني اليه 16 اليه 20 حظاير غيرها كذا، من استحقاقات اجتماعيه فهمني تراكمات اجتماعيه كبيره خلتنا نعيشوا معناها في خضم معناها الحياه اليوميه في الكوديديان يوميا، فهمني هذاك ممكن اثر اخر شويه نوعا ما في بعض الاصلاحات معناها الداخليه، رغم ان قطعنا اشواط ولكن مازلت تنقصنا عده اشواط. في حاجة إلى مراجعات، في حاجة إلى عقلية جديدة في تعامل، ولكن هذا مرتبط بالطرف الآخر الفيزافي نتاعك، كيف تكون له كذلك عقلية اللي قابلة بعيدة عن أنا، وقابلة أني تأخذ بالرأي والرأي المخالف، وأني قادر أني في عقليتها وفي مفهومها تلتقي إلى قاعدة الاختلاف في الرأي. وإحنا علاش في الاتحاد نجم نقوموا بقى الأخطاء، ما نش معصومين من الأخطاء. ومنظمة جماهيرية في حجم الاتحاد اللي فيها مئات الآلاف، فيها عشرات الآلاف، عفوا عشرات الآلاف معناها نتاع المسؤولين النقابيين، تنجم معناها تلقى هنا وهناك فهمني كذا في العائلة النقابية من هو يخطئ عن عمد ومن يخطئ معناها فهمني في ظل معناها فهمني الضغط المسلط الاجتماعي عليه اليومي، وهكذا دواليك. ولكن ديما نحاولوا ونتوق منها إلى الإصلاح وإلى التقدم وإلى عديد المراجعات اللي المنظمة خلقت من رحم الشعب تهمنا بلادنا. ما نزيدوش الوطنية على أي كان، ولكن راهو نقول كي التوانسه الكل والاغلبيه الساق نتاعهم نحبوا بلادنا ونعتزوا ببلادنا ومكانتنا من مكانه رموز بلادنا ومن مكانه بلادنا. سنتعاطى معها. تعرف انت في الاتحاد العام التونسي للشغل ما عندناش الرجل الامر الناهي، عندنا مؤسسات، والمؤسسات هذه نحتكم لها، هي تناقش وتبلور التصورات ثم تتخذ القرارات نتاعها. القطاعات او الجهات لها سلطه قرار قطاعيه ولها سلطه قرار معناها جهويه منتخبه، هي تتدارس الشؤون نتاعها. وطبيعي جدا نحن دعاة حوار، ما حاجتناش بالتوترات، بلادنا في غنى عليها في هذه الفتره الدقيقه ومعناها والصعبه للغايه في ظل التحولات الجيوسياسيه ومعناها التحولات الاقليميه الاقتصاديه والمتغيرات كده. اليوم راهو زايد باش تعمل باش يعطيك زايد ولا عمر والكلام الكبير، لا، انت يا تكون يا ما تكونش، وما نجم نكونوا الا مع بعضنا الناس الكل، وما نجم نكونوا الا في خلق الثروه والابداع معناها الحقيقي. هذا اللي هو خشيتنا
انه للصبر حدود، للصبر حدود في ظل تداول المقادير الشرائيه، في ظل معناها ضرب الحوار الاجتماعي في عمقه معناها الاساسي، وهي خطوه الى الوراء الى تونس معناها حتى في المنظور معناها الدولي اللي معروفه تونس بالانفتاح بالتسامح بالحوار بالنقاش بالراي والراي المخالف. فالقطاعات هذه فهمني من حقها ان تعقد سلطات قرارها وتتخذ القرارات المناسبه نتاعها في ظل دستور الاتحاد وفي ظل قانون الشغل وفي ظل احترام دورة القانون والمؤسسات. صحيح 20 جام في الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، ومش يكون فيها تدشين برشا يحكوا ترميم، راه مش ترميم اللي انا بقات كان الفساد القداميه ذيك للتاريخ، لكن البنيه تعاودت من جديد فانه كلها انه صحيح مش تتغير ظروف العمل، في حاجه اليوم تطور التكنولوجيا باش كذلك في الحوكمه الرشيده باش تقتصد في الاموال في الورق في غيره، حتى في الكونسوماسيون تاع الطاقه في غيرها في كذا، ولكن البنيه مش هي اللي مش تغير، باش تفسح لك مجال تاع ظروف عمل اللي قادر انك تخدم في راحه، وقادر انك تفكر في راحه، وقادر انك كما نقولوا معناها في البطحه هي متنفسي عمق تاريخي. البطحه اليوم احنا في شارع الولايات المتحده الامريكيه نعم، ولكن كنا النقابيات والنقابيين ما استسقيناهاش، لان دائما الميموار نتاعنا ساحه محمد علي الحامي، وحتى الشعب التونسي وحتى الحقوقيين والسياسيين كل مكونات المجتمع المدني فهمني والسياسي وكذا يعرف ساحه محمد علي. اكيد هي مش تخلق ديناميكيه اخرى، اكيد ان اليوم الفضاءات اللي عندك من قاعات ومن غيرها مش تحتضن معناها كانت عندنا الفتره اللي كارين فيها في الولايات المتحده الامريكيه ما عندناش قاعات، ما عندناش وين نجتمعوا بالمنظورين تاعنا بهيكلنا بغيرها كذا. اليوم التواصل والاتصال والتواصل المباشر باش يكون عنده فائده كبيره وكبيره برشا لرسم معناها الافق معناها والمستقبل وطريقه ومنهجيه العمل من اجل تحقيق معناها الحقوق. والحقوق مش حقوق اقتصاديه واجتماعيه، لان الحقوق لا تتجزا. ان الاتحاد العام التونسي للشغل قانونه الاساسي والنظام الداخلي، منظمه وطنيه في تعريفه، واني منظمه تقدميه في افكارها، منظمه تتسم بالمبادئ نتاع الحقوق الكونيه نتاع الانسان اللي فيها الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، فيها حريه التنظم، فيها حريه التعبير، فيها كذلك فهمني نحبوا قضاء مستقل، ندافع على كل قضايا التحرر والانعتاق الاجتماعي في العالم. هذا هو المبادئ نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى الصمد اليوم ل 78 سنه ومر بكل منعطفات كبيره وكبيره جدا، ولكن في الاخير مهما كانت الهينات ومهما كانت المنعرجات اللي مر بها الا يبقى الاتحاد هو الاتحاد العام التونسي للشغل صمام امان في البلد هذه، وقود خير وقود توازن في هذا البلد العزيز علينا.